اسعد الله صباحكم اخوان حبيبي المتابعين، الله يعطينا ويعطيكم العافيه ويرزقنا ويرزقكم ان شاء الله. طبعا يا اخوان اشترينا طيره الها عندي شهرين هسه، على اساس انه طيره. سبحان الله ربنا ما وفقناش انه نلقى لها فحل. كل ما ندور لها على فحل ما نلقى لها، يا اما الفحل يطلع مش حلو ما يعجبنيش، يا اما هيك يصير قصه وما جيبش الفحل. ودارت الايام ومرت الايام وهي طيره اصلا مرميه. هاي الاسطنبوليه الزرقاء حطيتها على الانجليزي يا معلم، فكرتها طيرة وزافت له كل شي تمام. اتريها مش طيرة زايفة، في فحل وفجر عندي. طيب احنا اشتريناه من مزاد على اساس انه طيرة، وهسه طلع فحل، فبدنا نرجعه لانه حرام نخرب على الزلمة. وطبعا انا هسه شكلته، ما بدنا نخرب على الزلمة، يمكن الزلمة عامل حساباته انه باع الطير وخلص صار له شهرين ثلاثة يعني، والحكي هذا. هسا احنا ما راح نقدر، يعني انا مش منطقي اني ارجعه، مع العلم بقدر ارجعه لو بعد سنة، لاني انا مشتري طيرة، مشتري طيرة شغالة على اساس طيرة وشغالة على اساس تمام. طلع مش طيرة وفحل حامي. طيب كيف اكتشفت يا اخوان امبارح لما زتيت طيرة على الارض. كانت معي طيرة اللي هي الاسطنبولية بدها تبيض، بتوقع انا شفتها كأنها بدها تبيض. زتيتها على الارض، قلت خلي اشوف مشيتها، لان احيانا بعرف انه في طواير بتكون بيض فتوح او طواير حجمها صغير بتبيض بيضة اكبر من حوضها، فبتصير الطيرة تعرج او تمشي بطريقة غلط او بتطعش ظهرها بتكعمش. قلت خليني اشوفها لانه في الجن مش مبينة، فلت على الارض من هان الا والقى لك اللي معلم هاد بهوش تهويجة تقول فحل عمر 3 سنين. يا زلمة ايش تحكي انت؟ طيرة برا وهو بهوج وبلف وبجر دنا. بتطلع على الانجليزي الابيض يلي الانجليزي الابيض يلي موجود معه في الجن. يا زلمه الانجليزي الابيض واقف فوق مش مسترجي ينزل اصلا يشرب مي. نزلته نكشته بايدي زي هيك، نزل هجم عليه طلع، وقلت حتى اكل ولا مي مسترجي ينزل. الانجليزي ماخذ الرف اللي فوق وقاعد عليه وعايش، والرف التحت ماخذه ايش الاسطنبولي ومخرب الدنيا. طيب احنا قلنا ما راح نرجع الطير، لانه الطير خلص صرنا شاريينه وبدناش نخرب على الزلمه في بيته. هسه برجعه بحاله واحده. هسه احنا اشترينا طيره وطلعت مش طيره، طلع فحل، وبدناش نرجعه لانه طلع فحل، بنكشه مع الحمام. هسه انا بدي اكشه مع الحمام، اذا طار كان بها وخلينا الطير عندنا، ما طارش طلع مش طير حمام بدنا نرجع له اياه. يعني مش بكفي انه هو اشتريناه على اساس انه طيره، اشتريناه على اساس انه بطيره ويطلع فحل، ويوم ما نيجي بدناش نرجعه بدنا نكشه عنا يطلع كمان مش طير حمام، فهاي المصيبة. راح احاول معه قد ما اقدر وان شاء الله الامور تكون خير. ما قدرناش، الو معلم الفحل اللي انت الطيرة انت بينا اياها طلعت فحل، وعشان ما تقولش خلص كشه عندك حاولت اكشه عندي ما طارش. هذه خلاصة الحكي. طيب امبارح معلم ضربت طير اول مرة بحياتي، يعني على سطح في اليوتيوب بضرب هذا النوع على السطح. اول مرة بحياتي بضرب هذا النوع على السطح، واقول لك اول مرة في الرجم الشامي، منطقتنا منطقة الرجم الشامي هي تابعة للموقر، وموقر تابع لسحاب، وسحاب تابع لعمان، يعني كليتنا تابعين عمان العاصمة. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. بضرب هذا النوع او بشوف في حدا بكش هذا النوع في المنطقة هاي. تمام. حتى وهو طاير انا فكرته نوع ثاني، لما نزل على الارض على الرفصة برضو فكرته نوع ثاني، لما قربت عليه وركزت فيه عرفت انه هذا النوع. فنوع الطير هذا اصلا قليل ما تلقى ناس بكشوا اصلا في الاردن. تخيل تيجي تلقاه في منطقة الرجم الشامي وطير حمام وغلبني بالمحط كمان. فهذه ايش اشي مرتب. المهم الطير ضربناه للحارة تحت، والحارة تحت هاي اخوان كليتها انا وياه صيد. اللي صدنا له اياه الله يعوض عليك يا صاحبي، طيرك شو اسمه
داخل غرفة الأسرى. طيب خلينا نطلع الحمامات الألوان، نتسلى شوية، وبعدين إيش نحط لكم فقرة الصيد. تنسوش يا إخوان تذكروا الله وتصلوا على النبي. وبدي منكم حملة قوية 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 قوية. اللي بيحبوني وبعزوني بس، اللي بيحبوني وبعزوني بس يفوتوا على الفيديوهات القديمة ويكتب لي رقم 1. حط لايك على الفيديو القديم، خلينا ننعش، نعمل حركة انعاش للفيديوهات القديمة. يعني بس تخلصوا الفيديو هذا وتشوفوا حلقة الصيد، فوتوا على الفيديوهات القديمة، نبش لي أمها، فوت احضر الحلقة وحط لايك واكتب لي تعليق، حط لي رقم 1 على الفيديو. وإن شاء الله بحلقة بكرة بإذن الله تعالى، إذا تذكرتها عشان ما أوعدك، إذا تذكرت بإذن الله تعالى بكرة راح أذكر اسم أكثر واحد شاف فيديوهات وحط رقم 1 على الفيديوهات، تمام؟ القديمة بالذات، تمام؟ يلا خلينا نروح نطلع الحمامات، خليكم معنا. الجو نار يا معلم، الجو حامي حامي، والحمامات ما شاء الله عليهن بيلعبن بطيرن، بس ايش مضطرين يطلعن بالعالي ترى. ليش؟ لأنه الواطي ما راح يفيدهن. فيهن حمامات خشاين، فيهن شكالي سود 2 ما شاء الله عليهن على الخشونة، فيهن 2 لورنسات، يعني لورنس بلجيكي وبندوق ابيض جاي قرقاطي هيك مجلف يعني. فيهن 4 شكالي، 3 حمر 1 اصفر، فيهن 3 رزيات، فيهن رياحنا 2. يعني فيها خشاين الحمام، عرفتوا كيف؟ والجو بصراحة مش مساعد، يعني بلشت الدنيا تحمى، تمام؟ طيب بالنسبة للشباب اللي بيقولوا لي أبو يوسف ليش ما تشيل الشوادر هاي؟ يا إخوان أنا بدي أشيلها بس بوقتها. يعني هسه صح الجو بكون حامي، بس بالليل بكون الدنيا برد كثير، لازم لما أشيل الشوادر هدول أشيلهن بوقت معين من السنة. يعني خلينا نخش بس شوية بشهر 5 ساعتها بنشيلهن، لأنه يا إخوان الجو متقلب. إن شيلتهن سهلة، يعني 4 5 والله وين 4 5 6 براغي، يعني كل باب عليه 15 برغي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عزا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يعني كل باب عليه 30 برغي تقريبا يعني. لا والله العيد بالضبط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 برغي. في اشي عليه 25 واشي عليه 20 واشي عليه 30 والحكي هذا. المشكلة ان انا مش حاب يعني اشيل الشوادر، لانه لو الشوادر انشالت شيل باليد، يعني مثلا فكناهن من على الباب، حيصير في عندنا مشكلة اللي هي بتعرف شو، اللهم صل على سيدنا محمد، حيصير في عندنا مشكلة انه لما تيجي ترجعهن مش حترجعهن بنفس القوة والنظام هذا. طبعا هذا شغل المعلم ابو اياد، تمام؟ يعني هدول شدهن بياخذوا عليهم مصاري. الشادر هذا لما يجي هو بده يشده بياخذوا عليهم مصاري، فطريقة الشد عمري ما راح اقدر ارجع اشدها زي ما شدها ابو اياد. هاي اول شغله. ثاني شغله يعني انا بفكر باشي ثاني، اني اعمل بيبان جديده، بس والله حرام تكلفه كمان، انا اصلا معيش اعمل بيبان جديده، فخليها على التسهيل ان شاء الله لوقتها بصير خير. في حمام ها، طبعا انا مجوع الحمام. تعي خليها هيك، اليوم الجو حامي كمان شوية هيك، بس الجو يعني بس الشمس تطلع شوي لفوق بفتح البيبان، عشان اذا فتحت هسه البيبان الشمس بتفوت جوا تضرب الغرف شمس بنوكل هوا. لا خليها بس الدنيا هيك تطلع الشمس تقلب شوي لورا، بفتح البيبان وبسيب الحمام دشر طول اليوم ان شاء الله. مي الجو طبعا كمان مجهز حالي انا، طلع المي شايفين مي باردة وإشي بجنن يا معلم. بس ضل إيش إني أتعب الحمامات شوي عشان ما يضلهم مش يفزفزوا. إذا بتتعبهن بتهلكهن شوي في هالشمسات هدول. طبعا إحنا هسه قبل الساعة 12، الساعة 11:30 بجوز.
اذا بتتعب الحمام بالشمسات هدول لو تركت اندشر طول اليوم عادي بعد هيك. ليش؟ طير مهلوك بكون عايف الدنيا بكون. هاي الشكل المريض يا اخوان، اللي كان مريض هيوه هذاك اللي على الزاوية. صلاة النبي تحسن بس يا عمي خشاين. ان شاء الله ما يفسد بس على الطاقة، يا رب ما يفسد. والطير نشيط واصلا طير حمام، بس بخاف انا من ايش؟ من المغريات اللي قدامه. لا ما فسدش. المغريات انه الطير يعني يقول لك انا شو مجبرني اطير بروح بفسد. انو واحد هي وين هو اصلا؟ هي واحد هذا انو هي واحد وهي واحد طيرات الاثنين. هي هي كويس الاثنين طيرات. هذا اللي كان تعبان هيو الله يبارك صلاة النبي. شوف كيف صار، اللهم بارك ما شاء الله سفينة طير. بس مش راح يتحمل مطار لأنه الطير لسه مريض صحته مش زي ما بدك. تعي يعني أقول لك طبعا هو لو مخه فاضي على أي دار بده يدب عليها حمام، بس هو حيدب عندي أو يفسد. تعي تعي. أيوه بطل بطل ولك بطل. النجفي حرام، النجفي والمكاوي المزهور انهلكن يا حرام. الشكل الثاني طاير صح؟ الشكل الثاني الأسود طاير. هاي صلاة النبي. شكال الحمر الاثنين نزلن. أنا عندي 2 ولا 3 والله ما أنا ذاكر شكالي. 3 مع الأصفر صح؟ 3 مع الأصفر ولا متهيألي؟ 2 حمر 1 أصفر يعني عندي صح؟ ولا لا؟ ولا والله ما أنا ذاكر. هاي رزي الفرخ وهي رزي. الرز الثالث وينه؟ هيو. طيب الشكال الحمر هي 1 وهي 1 تمام. والأصفر 2 حمر و1 أصفر عندي. لا 3 بس في 1 وين؟ هيو خلاص تم. تعي. أنا بحكي عندي 3 حمر يا زلمة. حتى لو بدك تحسب كمان، لو بدك تحسب صح 3 حمر 4 حمر. في عندك 1 جاي هندي هي الشكل الهندي شايفينه؟ شايف كيف ذنبته جاية هندي. شو بنات. انا بقعد هيك في الظل. الصيفية هاي مش حتكون علي تعب. حتى وقت كرش الفراخ يعني يا اخوان، انا في وقت كرش الفراخ كنت اعاني. ليش؟ فيش عندي مكان فيه ظل بالمرة، كنت ماكل هوا. السنة هاي لا، برتاح وضعي تمام، في عندي ظل واموري طيبة ان شاء الله. يلا خلينا نرد على التليفون. ريحنا الحمام شوي. لازم اعطيكوا راس عشان هيك، عشان ما تفزوش. هي الطير يا اخواني الجديد اللي قلنا لكم عليه الصيد، هي الحمد لله قاعد لبد خلص. كيف بتأكد انه لبد يا اخوان؟ لما ايش؟ لما الطير يكون خلص صار يطلع وينزل مع الحمامات زي الحلاوة. اول يومين غلبني والله، كان يظل لابد على الرفصة. واللي كان اكثر مخوفني عليه انه كان عندي شو اسمه، كان عندي زرزور اسود يعني ملزق فيه فندق عليه، فانا كنت خايف انه يفز يضيع الزرزور بس مش اكثر. ولا هو مش فارق عندي كله، بس ما كنتش بدي يضيع لي الزرزور الاسود بس مش اكثر. فالحمد لله هسه يعني لبد ووضعه تمام. هذا اللي انا بدور عليه وبدي اياه يعني بصراحة. طلع في طير مخلوع خلع وهو طاير لونه ابيض هيو غاد. هسه ولا بتلقى طير فرار. هي لف والله. معقول يا ابو يوسف؟ ها معقول؟ جاء علينا والله. تعال عاد لو حطيت بوجهه زي هيك يا اخوان، الله العظيم لو انه اجا وحطت في وجهه زي هيك لرمى. الجو ما فيش فيه مجال. هاي راح فسد. شايفين والله راح فسد يا عم. انا عارف والله لو رجع علي لانصاب هذا اليوم. فيش مجال معه على الجو هذا معلم، بس حطته بوجهه خصوصا اذا كان فرار.
حطت بوجه الحمامات سلامتك، بقول لك ويك لو صار هان وحطت في وجهه هاي التحطيطه كان انصاب. وكان معي شويه علف بس كمان زي هيك، 6 العلفات هان بالضبط هيك تحديدا، الحمام كلها تكنس قدامه. سلامتك يا معلم سلامتك. هي فسد على الدار عليها خزانين، هديك شايفينها نزل عليها. خلاص هذاك انسى انه يجي، بس لو انه لف ووصل كمل علي. بس تعب الطير مش قادر يا حرام، بقول لكم طاير وهو مخلوع كان. على العموم اذا لنا نصيب فيه بنصور لكم عليه حلقه عادي ما تقلقوش. هسه احنا ايش يا اخوان بنسيبكم مع فقره ايش الصيد، راح تستمتعوا فيها. والطير اللي صدناه يعني بصراحه اول مره بصيده بحياتي، لانه النوعيه هاي اصلا ما حدش بكشها كثير، قليل اللي بكشوها، واللي بكشوها اصلا اللي كانوا يكشوها زمان معلمين. تمام، ويعطيكم العافيه. خلينا نسيبكم مع الحلقه. الخير، طلعين الحمامات موعد، والجو اصلا حامي ماكل هوا. المهم طلع مع حمامنا كشميري احمر طيرين، طلع من الشقه هذيك اجن علينا. تمام، كشميري احمر، انا متاكد انه هذا مش لي. تعي هيو كشميري بلجيكي جاي احمر، هيو مروس بالحمام. والطير الثاني مش عارف شو هو، لاني انا شفته من بعيد، بس اللي عارفه ومتاكد منه انه مش لي الكشميري الاحمر. هي اخر واحد طلع يا دوب شايل حاله اصلا. هذا يا معلم ايش بده بس على السريع تعمل زي هيك. اوف خلطنا ما بدناش نخلط، عاد كنا ما بدناش نخلط. شوف كيف هاي الغلطة انا ما بدي اخلط. شفت كيف؟ لا لو بدنا نصيده مش حنعرف نصيده. هيو مطلع طالع معي ترى، اصلا هو طالع مع قطعتي. هيو ها خليني ايش نطلع له الثقلات. تعال اذا بتتعب وبتضحك عليه طلع العرس، طلع والله كويس اللي طلع النشيطات. في قطعة هي بتفك علينا كمان، هذاك طلع فكنا منه عادي. شايفين الحمامات هدول؟ هي في 4 حبات بيطلعن علينا، برمن علينا قعدات. هينا 2 4 6 حبات طلعن، والباقيات ما طلعنش. كويس كويس. طبعا الجو حامم، الجو ممشى يعني، اصلا المفروض الواحد ما يمشي فيه بصراحة يعني. بس ايش انت بتطلع الحمامات على هوا قوة حماماتك. طلع كيف هذا من القوية يعني. بنطحلك عطير مش واثق فيه، بقع بسلم حاله على البدري، عشان هيك خلينا نثقل. واذا معنا اشي ببين، فاحنا بدناش برضو نلغوص. خلي الحمام تطلع في هذا بلجيكي الي تبعي، هذا البلجيكي. يلا الحمام اصلا ما فيش فيها حيل تطير، خلينا نريحها ونشوف. يلا خليكم معنا، خلينا نرد على التليفون. خالطين انا وجاري، هي اجى طير، هي ابيض قلب على حمامنا، كتف معنا زي الحلولو. والله شكله بولندي ابيض، الله اعلم. في طير ابيض كتف بين اجى من العالي وكتف بين الحمام، هيك طالع معي. هيو تعي بس انا وجاري كاشين هسه ملحمة بين الحمام مع بعض. بولندي شكله، الله اعلم بولندي والله. هسه يا بيطلع معي يا بيطلع مع جاري، بس خلينا نضلنا ايش نظبط فيه الوضع، ضلوا ايش يدعك. طير ابيض اجى من غاديك، والله شفته. هي هيك معي، هيك جاي معي من جاي. هيو هيك طلع مع جاري، طالع مع جاري قلبت الحمام. تعي معي ولا مع مين؟ هاي بيناتنا كنه. لا معي على الاغلب، والله ما انا عارف اذا معي ولا مش معي، بس ببين هسه مع مين. تعي لا بس مش معي، لا طير ابيض والله. يمكن مسرول، ما بعرف، يمكن مش اكيد، بس على الاغلب انه مش معي. لو معي بوطي فيه على السريع، بس لا مش معي. يمكن يكون مع جاري، بس مش شايفه مع جاري كمان، معناته معي.
والله ماني شايف. هي يمكن هاب. تعي. هي معي. تعي. هي يمكن هو. يمكن مش اكيد. ايش بدنا حمامنا تمسك برمة صحيحة. تعي. هو مدامه مش مع جاري اكيد معي. تعي. خلينا اطلع لهم الشكلي يلعبوا. الشكل الاسود خليهم ايش يبلشوا يناموا. تعب الشكالي حبيبي حاطه مع الاسرة. تعي. ايش يا معلم بدي اضلني اركض وراك هان يمين وشمال. يا بيي كيف الرمية اللي رموها حلوة. بس يطلع معنا الطير عاد ان شاء الله يكون معنا. بدك تقرب فيه البرمة عشان يضل واطي ما يكشف ويطلع. معي مش معي ولا مش معي. والله ما هو معي. مع جاري. طيب كمان مش مع جاري. طب وين راح يا زلمة؟ والله احتريت انا. والله يمكن هو هذا. هيو معي فاتح تمه هيك. تعي اتأكد بس. هيو معي. تعي. خلينا نشوف حمام تنزل ولا ما تنزلها. تنزل بس على العلم. تعي. هيو مروس في الحمام بس ما يكونش طير إلي وانا مش عارف. تعي. طب تعالوا انزلوا اعملوا اي شيء ولكم. وين الطير تعبان بس بدك تحطه بوجهه. الجو هذا متجو طحن بس ينزل طير من هدول اللي على الرفصة. تعي. طير من اللي على الرفصة ينزل وسلامتك. تعي. ايوه. وينه مش شايفه. وينه حط. هيو حطه بنص العب. زاج الابيض ولا ترايبود. وين الترايبود عن اخت الترايبودات. زاج الابيض في نص العب. ميت. تعي. بيت قبل ما يطير. تعي. بيت. الله أكبر. والله ابرش يا زلمه. ابرش مش زاجل. تعال على المي يلا. تعال ابرش والله. او مفتل ابيض في ناس بقول له. الله اكبر والعزة لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له الحمد له الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ايوه جعان هسه بيجي على المي معلم. بقول له امك وين بالعش ولا طارت. تعي. لا تطلعش على العب. لا تطلع العب. تطلع العب يا اخوان. تعي. طلع. تعي. ايوه حبيبي اطوي له الخشه. حبيس طلع عينه. وين عينه على الرفصه. هيا يا اخوان
فوت على الخشة بعرك يا اخوان، ميت تعب، ميت فاتح تمه. طلعوا قديش صار الحمام نازلة وهو تعبان حتى الابيض. مين بكش الانواع هاي صاير عندنا بالحارة؟ الصبح طير نخب والمسا طير حلو. العب حبيس 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 حبيس. طب تعال على المي. ويجي على المي يا اخوان، يا الله المفروض يكون عطشان اصلا هو، بس مش مشكلة احنا بنسطحه اكل واكيد حيجي شيء. هي جاي على المي، هي ها تعال. تعي 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 تعي. ما راح يحط. تعي تعي. ما راح يحط، خلاص الطير نازل تريح اصلا كان. والحمام عمرها ما راح تنزل تتحرك قدامه ولا راح تنزل تحبس. تعي 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 تعي. هلا تنزل توكل قدامه ولا طير نازل، طلع كلها بتهوج. حبس 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 حبس. طير يا عمي منقوز طير، هي صار يركب براس الحمام. الحمام مش راضي ترد على العلف، طلعوه كابايي. تعي 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 تعي. والله حرام يا زلمه، اطلع يا زلمه اعمل اي شيء. مشكلة جاري كاشش، يعني هاي هي المشكلة عندي. يعني إذا بطلع مع جاري سبحان الله بتكون الشغلة في إيدك بتروح لغيرك. أبصر هو معي ولا لا لسه أصلا. الحمام بس لو تتحرك الحمام عندي بس تنزل. حبيس حبيس مش معي، انقطع مني والله يا اخوان. لا والله معي. تعي تعي. ولك الحمام هي لو ترد علي تحبس بس. تعي تعي تعي. ايوه 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 ايوه. هيو في اخر الحمام. جاري برن علي جاري. اذا بتحط الحمام هيك بس لو تحط تنزل توكل قدامه تعمل اي اشي مش راضية. شايفين يا اخوان الحمام كيف تتخوت. يلا 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 حط 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 حط. بطل يحط خلاص، صح الطير. هاي حط 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 حط. خليني ارد على جاري بس وارجع لكم. جاي يشرب مي. تعال صدقني ما بنوي لك اللي في بالك الا لما يا تنضرب وتنحط في غرفة الأسرة بعدين بشربك. لأنه إذا بيشرب انسى إنه يحط عندك. روح احبس يلا حبيس. هاي راح يحبس. هاي يا اخوان على باب الخشة. يلا اطلع على ها اطلع. إن عن أخت الترايبود هاي قاعد بهوش. صار ترايبود كسروا كريم، الله يكسر رقبتك يا كيمو. هاي شايفينه صار يهوج بس مشكلته منقوز وبنفس الوقت ميت تعب. هاي تطلع الرفصة.
نفس الوقت ميت تعب، يعني الطير مش قادر اصلا يطير. حبيس 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 حبيس. ترى هو عطشان، دير بالك، ميت عطش كمان الطير. حبيس 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 حبيس. ايه طلع في فرخين لجاري نزلات عندي والله، هينا طلع. هاي فرخ وهي فرخ، والله ما انتبهت عليهن، هسه طلعت عليهن. هاي فرخين، هاي فرخ عمرية احلس وهي بوز احلس، والله هسه انتبهت عليهن. معلمين خلينا على السريع نحاول نحبسه. حبيس 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 حبيس. يا اللي بتصفر، يا اللي بتصفر طريقك. حبيس 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 حبيس. حاس 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 حاس. لا طيرت فرخ، وهي فرخ لجاري وهي التصيد. بد في فرخين كانن، هي واحد منهن، هي طيرته والثاني طاير. هاي هسه بلف من هان الثاني. هاي فوق. بدناش احنا نطير صيد صلحنا، بدنا نطير صيدنا. يا عيني على الصيد لما يكون مرتب. يا ابرش. ما شاء الله. في ناس بيقول له ابرش وناس بيقول له مفتل ابيض. انت شو بدك تقول له قول له، هو فينا الاغلبيه بتقول له مفتل ابيض. والله يا الصيد تبع الحاره حاليا، الصبح طير نخب حلو، وهي المساء طير حلو. الله يهنك. واهي هذا اللي مضيع وزعلان عليه هلا. هذا لو واحد صيد، لانه انا الحاره كلها تحت صيد، يعني بعمل هيك بحكي يلا. الحاره تحت انا وياه كلها صيد عادي يعني. كاسة القهوه، لا بدي اشفت قهوه. طبعا يا اخوان، يعني حتى انا ما صيدتش حدا، الحاره تحت كلها هي الصيدت لي، كانوا يرنوا علي يقولوا لي صيد. هاي هالحمام، الله يبارك. يلا تنسوش تحطوا لايك، وهي كانت نهايه حلقتنا اليوم. سلام عليكم.